من خلال تجربتي جمال عبد الناصر وصدام حسين مع فكرة القومية العربية يظهر لنا العديد من السمات التي تشابه وتميز بها النظامان، مع الاختلاف على خصوصية كل من الرجلين، إلا أن تأثير كل منهما على الحلم العربي كان كبيرا وفارقا. ايام جمال عبد الناصر كان الناس ما بتتكلمش، لكن كانت بتاكل وتشرب. اجيال عديده نمت وهي لا تعرف غير حزب البعث. وطني حبيبي الوطن الاكبر. ما وقع الشيوعيين من تعذيب حتى الموت. انتصاراته يا حياتي. لمجرد بس ان احنا قلنا عايزين ديمقراطيه، ما قلناش ايه شكلها كمان. نحن نجني الان مأزر عصرنا. جمال عبد الناصر كان واعيا بهذه التجاوزات وضروره تجاوزها صحه ذاتيه. حكم الفرد بكل ما له من سلبيات وتداعيات. اتخذ المد القومي في تاريخه شكلين متوازيين. الأول منهما كان متمثلا في جامعة الدول العربية، حيث دخلتها كل الدول العربية، وعقدت قمم الزعماء في مختلف المواقف والأحداث التي استدعت ذلك، كقضايا الاستقلال وقضية فلسطين وغيرها من المواقف. حركة التوحيد أو حركة التكتل والاتحاد العربي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية أخفقت بالتأكيد، والسبب ليس لوجود يعني بنية بيولوجية عند العرب معادية للاتحاد ولا في ثقافتهم ولا في فكرهم، هذا كلام طبعا يدخلنا في العنصرية. السبب الحقيقي هو عدم نضج نخبهم السياسية وفقر الأخلاقي وفقر الإنساني وفقر الثقافي وانحطاط السريع، هو هذا انحطاط من الشعار مباشرة إلى الحكم بالقوة ومن أجل المصلحة الخاصة وعدم التفكير وعدم الشعور بأي مسؤولية فعلية تجاه الشعوب. أما الشكل الثاني فتمثل في محاولات الوحدة بين بعض الدول العربية، والمحاولة الأولى كانت في العام 1958 بين مصر وسوريا، عندما وضع عبد الناصر بين شقي الرحى وأجبر على الموافقة على وحدة لم يكن هو أو أي من البلدين على أتم الاستعداد لها، فكانت الجمهورية العربية المتحدة. تحيا الدولة العربية ولتحيا مصر سوريا. يا إلهي يا إلهي الحمد لك والشكر لك. أيها المواطنون أعضاء مجلس الأمة، ولقد انتهت محادثاتنا إلى إعلان الوحدة رسميا وتوقيع هذا الإعلان في يوم السبت الأول من فبراير سنة 1958. وقد أودع هذا الإعلان التاريخي في مكتب مجلسكم، وكانت النتيجة الكبرى له هي توحيد مصر وسوريا في دولة واحدة اسمها الجمهورية العربية المتحدة. أنا عاوز أقول أن هناك ظروف خاصة سياسية ودولية قد تكون عوامل ورطت، يعني مثلا الوحدة العربية هدف استراتيجي للثورة الناصرية، هدف أساسي
من الأهداف الأساسية. لما أقدمنا على الثورة بيننا على الوحدة بيننا وبين سوريا، طغف الموقف العاطفي العربي على الموقف العقلي العربي، لأنه كان من الممكن أن تقوم بمقدمات لإحداث هذه الوحدة أقوى وأفضل وأرسخ من المقدمات العاطفية اللي بدأت بها. في العام 1961 تحرك الجيش السوري ضد النظام القائم، وأعلن انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة، موجها ضربة قاسمة لعبد الناصر ولمشروع القومية العربية نفسه. أيها المواطنون، إن التمرد المؤسف الذي حدث صباح اليوم في دمشق أمر بالغ الخطورة بالنسبة للجمهورية العربية المتحدة وبالنسبة لاستقرارها وبالنسبة لقدرتها على تحقيق آمال شعبها. أريدكم أيها الإخوة جميعا في هذه اللحظات أن تعرفوا كل شيء، وأن يكون بحثكم للموقف مع بحثي له، وقراركم فيه مع قراري. أنا بحاسب على أو بقيم النتائج والمحصلات النهائية. أنا النهاردة استفدت إيه بده؟ النهاردة هل أنا كمواطن مصري أو أنا كوطن استفدت أو ارتقيت أم هبطت إلى أسفل السافلين؟ هو ده السؤال. لازم أعرف النتيجة والمحصلة النهائية للأحداث دي وصلتني لإيه. حاجة جميلة أوي الوحدة حاجة جميلة جدا، لكن هل اتنفذت صح؟ لا. احنا اللي عملناه في سوريا بعد الوحدة اسألي عليه السوريين، كان يعني أطلق عليه الاحتلال المصري لسوريا. يمكن القول هي تجارب ذاتية. حقيقة أنها دغدغت أحاسيس الجماهير العربية نظرا لعدة أسباب، وعلى رأسها الخروج يعني من استعمار ومحاولة اللحاق بركب الحضارة والتقدم، ولكن كانت في عمومها تجارب ذاتية لم تقم على دراسة مسبقة، لم تقم على أسس واضحة تنبني على ضوابط سياسية اقتصادية واجتماعية، بل كانت يعني فقط أحاسيس سرعان ما تبخرت. انتهى مشروع الوحدة بين مصر وسوريا بطريقة درامية لم تكن متوقعة، وبدأ من بعدها طرح الأسئلة حول الخطأ الذي أدى إلى ذلك، وما إذا كان في الفكرة ذاتها أم في طريقة تنفيذها. في العام 1963 جاءت محاولة الوحدة الثانية التي انطلقت بمبادرة من العراق وسوريا للوحدة مع مصر، لكن عبد الناصر تمهل في قبولها وطالب الدولتين بالوحدة معا أولا، حيث كان البعث يحكم في كلتا الدولتين، وهو الطلب الذي هدم المشروع قبل أن يبدأ. وفيما تلا ذلك كانت هناك محاولات للوحدة بين مصر وليبيا والسودان في بداية السبعينات، لم يكتب النجاح لأي منها. في بغداد يعلن صدام حسين الحرب على نظام الثورة الإسلامية الذي استولى على السلطة في إيران فيما عرف بحرب الخليج الأولى.